بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية. سبحان الله الواحد الديان، سبحان الله الواحد الديان، سبحان الله الواحد الديان، سبحان من اهتزت له الأركان، سبحان الله عدد ما بكت من خشيته عينان، سبحان الله عدد ما بكت من خشيته عينان، سبحان الله عدد ما ذكره لسان، سبحان الله عدد ما ذكره لسان، سبحانه لا يسأل عما يفعل. حشرة صغيرة في القرآن يذكرها الله حتى نعرف عظمة الله سبحانه. ماذا يقول الله؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول ابن كثير نادت يا أيها النمل، قال ثم أمرت ادخلوا مساكنكم، قال ثم حذرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قال ثم أعذرت وهم لا يشعرون. انظر لهذه الكلمات. هذه النملة الصغيرة مر نبي من الأنبياء على وادي نمل فقرصته نملة فأحرق وادي النمل بأكمله، فأوحى الله إليه أن أحرقت أمة من الأمم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سليمان خرج مرة يستسقي فإذا بنملة في الطريق. يقول ابن كثير رفعت قوائمها إلى السماء. تعرفون ماذا تقول؟ واسمع للعجب العجب. تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى لنا عن فضلك. قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم، تعلم أن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه النملة الصغيرة التجأت إلى الله سبحانه وتعالى فنزل المطر. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن
يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون. وتقبلوا تحيات إخوانكم. قافلة الهدى الدعوية.